السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة لارافيل برو تكنيكس. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن توبيك أدفانسد شوية، ولكنه جميل وممتع، وهنستخدمه ونشوف ممكن نطبقه إزاي في التستنج، ألا وهو الموكينج أو الموك بشكل عام. يعني الموكينج كتعريف بيقول لك هو تكنيك بنستخدمه في اليونت تيستنج عشان نكريت فيك أوبجكتس. كرييت اوبجكتس، فيك اوبجكتس هنا مقصود بيها ان انا عندي اوبجكت بيعمل حاجه معينه في الحقيقه، ولكن اثناء التيست انا عايزه يعمل حاجه مختلفه. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا بيمنت جيت واي، فاثناء طبعا وهي شغاله في الشكل الطبيعي بتروح على البيمنت تخصم فلوس من العميل وترجع. وانا بتست الكود وانا بكتب التست كيسز اكيد مش هروح اكلم البيمنت ذات نفسها واخصم فلوس والكلام ده. فانا محتاجه اغير البيهيفير بتاع الكلاس بتاع البيمنت جيت واي. ولذلك التعريف التاني ده انا شايفه اقرب للفهم شويه، اللي هو تشينج كلاس بيهيفير او سيميوليت الكلاس بيهيفير. انا عايز اسيميوليت البروسيس بتاعه البيمنت. تمام. طيب، المشكله اللي بيحلها الموكينج زي ما انتم شايفين كده حته الاعتماديه او الديبندنسي. بمعنى زي ما قلنا الكود بتاعنا معتمد على اكسترنال سيستمز زي الداتابيز مثلا، زي بيمنت جيت واي، ميلر، سيرفيس ببعت بيها نوتيفيكيشن. ايا كان الاي بي اي اللي بتستخدمها او اي حاجه خارجيه الكود بتاعك معتمد عليها. اثناء التستنج انا مش محتاج اعتمد على الحاجات دي، لان انا بشكل واقعي مش هتكلم الحاجات دي في التست. فانا بطريقه ما محتاج اسيميوليت السيرفيسز والكلاسز دي، وهنا جت الموكينج عشان تحل المشكله دي. هنا بيقول لك من غير الموكينج هنلاقي ان المشكله ان انا محتاج مثلا اسطب داتابيز، محتاج داتابيز حقيقيه موجوده عندي معمول لها انستول على سيرفر عشان اقدر اكونكت عليها واشغل التست. يعني التست بتاعي مثلا وانا بديبلوي على التستنج سيرفر، تمام، محتاج او بعمل ميرج يعني على الريز برانش ولا حاجه، محتاج اشغل التست كيسز. فلازم يكون في داتابيز معمول لها انستول في مكان ما واكونكت عليها، او محتاج يبقى عندي اي بي اي لها، كل اي بي اي بستخدمها او كل اكسترنال سيستم بستخدمه محتاج يبقى ليه تيست اي بي اي. وده حاجه ممكن ما تكونش متوفره. اخر حاجه الكومبلكس سيت اب. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما قلت لك انا مثلا محتاج اكونكت على داتابيز، محتاج اسطب داتابيز، محتاج اشغل كونفيجريشن، محتاج. فالموضوع بقى صعب جدا. الموكينج ده بيحل كل المشاكل دي. يبقى اذا وصلنا لان السوليوشن بتاعنا في الموكينج. تعال نتكلم عن بعض الخصائص بتاعته او المميزات بتاعته. اول حاجه السبيد من كلمتها كده او من معناها زي ما انت عارف، هيحل لي مشكله ان انا هستنى الريسبونس اللي راجع مثلا من الاي بي اي دي، خصوصا لو هي بتعمل كومبلكس بروسيس او بروسيس طويله زي مثلا البيمنت بتاخد وقت كام ثانيه قبل ما ترد عليك مثلا، او ممكن تبقى اكتر من كده، ممكن يبقى عندك بروسيس اكتر من كده. فانا دلوقتي ما بقتش مستني خلاص الريكوست اللي هيروح، خصوصا لو بيحصل ديلي في النتورك. انا عندي الكود بتاعي اوتوماتيكالي هيريتيرن الريسبونس اللي انا عامل له ديفاين من قبل كده، وعارف اهو هيرجع ايه. تاني حاجه الريلايبيليتي، معناها ان الاكسترنال سيستمز اللي انا بعتمد عليهم دول ممكن يبهيفيو او ممكن في وقت ما يرجعوا لي حاجه مش انا المتوقعها. يعني نفترض ان انا عندي تيست كيس المفروض بس بتتشيك ان الاوردر بتاعي بيحصل له كرييت في السيستم بتاعي، بس من حتى لو فرضنا ان كل حاجه تمام والفلوس تمام والبيمنت تمام، بس البيمنت سيرفيس نفسها داون مثلا، فليه التست بتاعي يفيل؟ حاجه زي كده. تمام. فانا لما بعمل موكينج انا بقدر اسيميوليت البروسيس، ان والله بس بقدر اسيميوليت ان البيمنت بترجع سكسس او بترجع 500 وبترجع 400، فاقدر اسيميوليت كل الحاجات دي. الايزوليشن رقم 3 معناها ان الكود بتاعي اللي انا بعمل له تيست مفصول فصل تام عن السيرفيسز الخارجيه، انا مش بكونكت معاها، مش بكلمها بشكل واقعي، فالكود بتاعي مفصول، فبقى عندي اللوجيك بتاعي مركز بس على اللوجيك اللي انا كاتبه. بتست مثلا الفانكشن دي بتعمل 1+2، انا مش ما عنديش مشكله بقى في السيستم الخارجي اللي انا بعمل كونفيجريشن معاه، ما هياش مشكله عندي خالص. رابع حاجه الكنترول هنا معناها ان انا بقى عندي كمان امكانيه اتست كل السيناريوز المختلفه اللي انا حتى في الواقع ما اقدرش اتستها. يعني هل احنا نقدر مثلا نتست ان البيمنت جيت واي بترجع مثلا سيرفر ايرور مثلا 500؟ مش هعرف، انا ماليش كنترول على السيرفيس دي. هل ممكن مثلا اتست ان الداتابيز واقعه مش موجوده اصلا، ما فيش اصلا داتابيز اسمها مثلا يوزرز، او تيبل ما فيش تيبل اسمه يوزرز؟ مش عارف اتست الحاجات دي بشكل في اغلب الاوقات يعني. فانا اقدر بقى اسيميوليت ان الداتابيز مش موجوده، ان الاي بي اي بترجع 429 مثلا تو ميني ريكويستس، او خلصت الليميت بتاع الفري بلان بتاعتي. تمام.
طيب كفايه نظري كده، تعالى بقى نفتح الكود بتاعنا ونبدا نطبق الكلام ده بشكل عملي. طيب اول مثال معانا عندي اي بي اي بسيطه خالص اسمها كونفيرت، بتاخد الاماونت بالدولار والكرنسي اللي عايز تحول ليها. يعني معايا 100 دولار عايز احولهم مثلا ليورو او لجنيه مصري او لاي او ايا كان العمله. الكونفيرت ميثود هنا كل اللي بتعمله ان هي بتروح تريزولف الكرنسي كونفرتر سيرفيس وترجع الريسبونس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تمام. في الكونفيرت هنا بتروح تكلم حاجه اسمها السيرفيس الكونفرتر دي، بتاخد الاوبن اكسشينج سيرفيس از ديبندنس انجكشن، والموضوع ده مهم جدا جدا وهنعرف ليه بعد شويه. وبعد كده بتجيب الريتس من السيرفيس الخارجيه دي وبتعمل بس شويه اف كونديشنز، وفي الاخر بتحول الاماونت اللي معانا للعمله الثانيه اللي هو عايز يحولها. بس كده. الاوبن اكسشينج ودي النقطه المحوريه دلوقتي معانا، دي سيرفيس خارجيه انا بكلمها، بروح اجيب منها الريتس، معايا الاب اي دي بتاعي وراح اكلمها واجيب الريتس. والله لو الريتس رجع تمام، ما رجعش بعمل نل. لو السيرفيس نفسها فيها مشكله مرجعها 500 مرجعها 400 ايا كان، اقدر اقول له ايه في حاجه في مشكله حصلت هنا. حتى كمان اقدر هنا كمان اتست الكود، برجع 500 اقول له كذا، مرجع 422 يبقى في مشكله. مثلا مرجع مثلا 400 405 مثلا، يبقى الاب اي دي ما بقاش فاليد. فاقدر كمان اتست كل السيناريوز الممكنه هنا. فاول مشكله عندي دلوقتي انا هبدا عايز اتست بقى الكونفرت ميثود دي. فاول مشكله هتقابلني ان انا في السيستم عادي في التيست مش هقدر اكلم الاي بي اي دي، انا مش محتاج اكلمها، انا محتاج بقى امك السيرفيس دي واعمل لها سيميوليت. فتعالوا نبدا كده واحده واحده مع بعضنا. اول حاجه خلينا نكريت بي اتش بي ارتزن ميك تيست ونقول ايه كارنسي كونفرتر سيرفيس تيست. تعالوا نفتح التيست بتاعنا، ننزل تحت كده ونروح على الكرنسي كونفرت ده. طيب تعال بس نتاكد ان التيست مسمع وشغال مظبوط. هو ليه كل مره بيجيب الريسورس اللي مزعلك؟ تيست تمام. طيب تعال بقى نحذف اللي موجود ده ونبدا نتست الكود بتاعنا واحده واحده. اول حاجه عندي انا عايز تيست البيست سيناريو عادي، ان الاماونت converted successfully. تمام. محتاجين اس كمان هنا. طيب يبقى اول حاجه انا محتاج انادي هاخد نسخه من الكرنسي كونفرتر دي، وبعد كده انادي على الكونفرت واديها ايه اي رقمين. جميل. تعال اوري لك الاول الاي باي بترجع ايه قبل ما نشتغل الاول. فبقول له مثلا لو عندي 100 دولار تعمل كام بالجنيه، ففي الاخر هيتكلم الاي بي اي هقول لك ان عامله 5064. تمام. وقلت له مثلا ال 100 دولار دي لليورو، فيقول لي والله ال 100 دولار عامله 91.88 يورو. جميل. ده الاي بي اي العاديه خالص، ممكن تجربها من بوست مان وتشوف. طيب التيست بتاعنا اول حاجه انا عايز اقول له ان السيرفيس بتاعتي دي، السيرفيس دي نيو كارنسي كونفرتر سيرفيس، وبعد كده محتاج انادي على مين؟ على لحظه واحده كده، وننادي على الكونفرت دي واقول له ادي ال 100 وادي العمله اللي عايز احول ليها. جميل. طيب اول مشكله هتقابلني ان الكرنسي كونفرتر محتاجه تاخد الاوبن اكسشينج. تمام. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ ابصي لها نسخه من الاوبن اكسشينج. احنا قلنا في الحاله دي مش هينفع ادي نسخه اساسيه من الاوبن اكسشينج، انا محتاج امك السيرفيس دي. قبل ما اقول لك هنمك ازاي وهنستخدم ايه، عايز اعرفك ليه قلنا الديبندنسي انجكشن هنا في لارافيل. يمكن زي ما انت شايف قدامك دلوقتي بيقول لك ان احنا عشان اقدر امك كده واطلع فيك اوبجكت من اي كلاس انت عايزه، او اقدر اسيميوليته كمان، او اقدر اغير البيهيفير بتاعه على حسب ما انت عايز، لازم يكون معمول له بايند في الكونتينر. طبعا احنا عارفين الكونتينر اللي هو اللارافيل سيرفيس كونتينر لازم يكون موجود له معمول له بايند هناك. فبالتالي اقدر ببساطه انا اتعرف عليه من الكونتينر واجيب منه نسخه واغير البيهيفير زي ما انا عايز، او اطلع لك انستنس منه فيك زي ما انت عايز برضه. تمام. ده الفكره اللي احنا لازم نحطها هنا. طبعا مش شرط تبقى كمان في الكونستراكتور، انت ممكن تريزولف هنا زي احنا ما عملنا كده في الكونفيرت. تمام. وهنشوف ازاي نتست الحالتين سواء هنا او الحاله الثانيه بعد ما نخلص الحاله الاولى دي. طيب انا في الموك احنا بنستخدم الموكري دي من الاخر هي بي اتش بي باكج. بي اتش بي يونت بيستخدمها انترنالي، او بيست فريم ورك ايا كانت التست فريم ورك اللي بتستخدمه يعني. بنستخدمها عشان نقدر نعمل موك للاوبجكتس. تقدر تسيرش على جيت هاب اكتب بس بي اتش بي موكري هتلاقي الباكج قدامك. اول حاجه هقول له ادي الموك بتاعتي، السيرفيس الموك بتاعتي. تمام. هقول له تساوي، تعال نجيب بقى الموكري اهي. انا بس بحب اعمل لها يوز، بلاش نستخدمه كده عشان نشوف كل حاجه قدامنا رايحه فين وجايه منين. وابدا اقول له موك. هيقول لي همك مين؟ هقول له موك الاوبن اكسشينج سيرفيس دي. اوبن اكسشينج سيرفيس دي. جميل. بس كده بدا يجهز ايه
الانستنس الموك من السيرفيس دي. ايه بقى انت محتاج تعمل له موك في السيرفيس؟ يعني محتاج مثلا اغير بيهيفير ايه بالظبط؟ لو عندي 5 ميثودز موجودين هغير ايه؟ هتريتيرن ايه؟ ايه الريتس اللي انت عايزها تريتيرن؟ هل هكلم الاي بي اي فعلا واجيب لك ريتس منها، ولا انت عايز ريتس معينه عشان تست بيها الكود؟ فانا محتاج اقول له التفاصيل دي واحده بواحده. فاول حاجه بقول له الموك ده شود ريسيف. شود ريسيف معناها بيقول ان لما النسخه الانستنس اللي هيطلع من الاوبن اكسشينج لازم يريسيف الفانكشن اللي اسمها جيت ريتس، هي دي اللي هيحصل لها كول. فبقول له ده جيت ريتس. جميل. بعد كده انا ممكن اقول له والله وكمان ويريترن ريتس بشكل معين، بس قبل كده كمان عايز اقول له ايه؟ انا بس عايز اتاكد ان يحصل لها كول مره واحده بس في الكونفيرت دي. تمام. فاقول له مثلا كده كمان اقدر اقول له وانس. انا عايز اقول لك بس ان الموكري فيه ميثودز كتيره جدا جدا، احنا لو قعدنا نشرح في كل واحده فيها ممكن ناخد ساعتين ثلاثه نتكلم في الموكري بالتحديد. ان شاء الله ان شاء الله ممكن نعمل حاجه زي كده قدام يعني باذن الله، وناخد ونستفيض في شرح الموكري، لان انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا جدا بالموكري وتفيدني كتير على مستوى التست بتاعي. المهم، وفي الاخر بقول له والله دي هتريتيرن ريتس معين. ايه الريتس ده؟ تعال نعرف الريتس بتاعتنا هنا كده مثلا، ونقول له protected array، نقول له مثلا ايه الريتس. الريتس دي تعال نعمل كده ونعرف مثلا 3 ايه للتست بتاعنا. مثلا نقول له 1 وادي اليورو هيرجع مثلا 3.5، ونقول ان الاي جي بي هيرجع مثلا ايه 30. خلينا نقول 31 مثلا يعني عشان نبقى شايفين كل حاجه. وفي الاخر بقول له والله المفروض دي بقى ايه تريتين الريتس اللي انا معرفها دي. جميل. طيب بعدين تعالى بقى الانستنس اللي عملنا له موك ده بصيل الكرنسي كونفرتر. بس كده، ده كده عملنا موك للسيرفيس بتاعتنا، وعملنا النسخه من الكرنسي كونفرتر، وفي الاخر عطيتها لموك. تعال بقى نسيف الاماونت بتاعتنا ونبدا بقى ايه نكتب الاسيرشنز بتاعتنا. اول حاجه انا عايز assert مثلا equals ان الاماونت دي بتساوي ال 100. مثلا بعتنا يورو ب 100 في 3 ونص المفروض 350. تمام. تعالوا نشغل كده التيست بتاعنا ونشوف الدنيا هتضرب ولا هيزعلنا. جميل. اول اسيرشن معانا الدنيا اشتغلت زي الفل. يبقى انا بكل بساطه عملت موك للسيرفيس دي. يجي السؤال المهم، ايه اللي يضمنني ان انا فعلا ان الموك هيشتغل؟ قصدي انه ما دخلش هنا يعني وعمل كل الاي بي اي دي، ممكن يكون عمل لها كول. اول حاجه انت ضامن ان الريسبونس اللي رجع من الميثود دي رجع 350، ما رجعش ما رجعش مثلا ال 89 اللي شفناها من شويه، ما حصلتش، رجع 350. لو بعت كده اي جي بي وشغلت التيست تاني هيرجع لي ايه اللي حصل هنا؟ مش 350 اكيد، فالمفروض هيرجع نضرب 31 في 100 فيجيب لك 3100. لو جينا نشغل التيست تاني الدنيا اشتغلت تمام. فدي اول نقطه ضامنه معاك. خلي حد كمان يسال طب انا عايز اتاكد اكتر ان فعلا ما حصلش كول للسيرفيس دي. بسيطه، احنا ممكن نخش جوه الكلاس بتاع الاتش تي بي نفسه ونضم باي حاجه جوه الجيت. تعال نعمل كده مثلا، نروح هنا. تمام، ده فتح الفساد بتاعته. تعال ننزل تحت ونشوف هيودينا فين على الفاكتوري. تمام كده رمانا عند الاتش تي بي. هل هنا في ميثود اسمها جيت؟ في جيت ديسباتشر، جيت جلوبال، ميدل وير. تمام، يبقى مش هنا. نفتح كده الفايلز في البيندنج ريكوست اهو، الانستنس اللي بيطلع من الحاجات دي. ولو دورنا كده على الميثود هنا نلاقي الميثود بتاعت جيت موجوده. طب انا ممكن اعمل ايه هنا؟ ممكن ببساطه مثلا اقول له ايه تعالى نفردم باي حاجه مثلا. تمام. انا بس مش عايز اعمل يو ار ال عشان هيعرض الاب اي دي والحاجات دي، فتعالى نعرض ايه اي حاجه كده مثلا على سبيل المثال. تعالوا مثلا نعمل تمام نعرض اليو ار ال مفيش مشكله، بس نقول له ايه سب اس تي ار سب اس تي تمام سب اس تي ار، وياخد اليو ار ال ونقول له ابدا من زيرو وخد لنا مثلا ايه 45 كاركتر مثلا. تعالوا بقى نشغل الكيرل تاني. تمام، شايف كده خلاص عمل فار دمب لليو ار ال وجاب لك ادي اليو ار ال ايه بتاعنا اهوت اللي احنا شغالين عليه. الكلام ده انا بقى شغلت التيست وعملت كده مفيش دمب لاي حاجه، معنى كده ان هو ما دخلش فعليا على الكلاينت ده عشان يعمل كول للجيت ريكويست ده. تمام، ده فعليا اللي حصل. يبقى انا كده ضامن ان كمان ما حصلش كول فعلي للسيرفيس بتاعتي، فالدنيا شغاله زي الفل. عايزين بعد كده بقى نخش نشوف ازاي هننفذ موضوع الكنترول اللي قلنا عليه، ان انا عايز اسيميوليت ان السيرفيس دي مثلا واقعه، ريتس ما بترجعش، ما عنديش كرنسي، سيرفيس داون مثلا، الحاجات دي كلها. تعالوا نشوف نعمل ده ازاي. عايزين بس الاول نطلع دي كده، نطلع دي في ميثود لوحدها عشان هنحتاجها بعدين. فاكستراكت جيت ميثود نقول له ايه جيت اوبن اكسشينج مثلا. جميل. بس كده احنا عارفين ان هي هترجع
اوبن اكستشينج، مش محتاجين كل الليله دي. نقول له ايه مع السلامه كده. جميل. وادي الموك بتاعي. هنروح ندوبليكيت الميثود بتاعتنا دي كده، ونقول له مثلا اول حاجه تيست ان السيرفيس داون مثلا، يعني على سبيل المثال. بوريك كمان انت ازاي هتست كل السيناريوز الممكنه دي. في الحاله اللي زي دي خلينا ناخد ده كوبي بقى كده عشان انا هعدل فيه كتير يعني. تمام. تعال نشوف الاول ايه اللي المفروض يحصل لو السيرفيس داون بيرجع اكسبشن وبيقول له something went wrong. تعال نشوف هنعمل ده ازاي. في الحاله اللي زي دي انا محتاج ريتيرن، مش هيريتيرن حاجه. انا ممكن اقول له كده هنا في حاجه في الموكلي كمان اسمها throw. تمام. throw سوري لحظه واحده. ثرو اسمها اند ثرو. بيقول لك ايه، ممكن الميثود دي الجيت ريتس اللي عملناها في الشود ريسيف ممكن تثرو الاكسبشن ده. ايه الاكسبشن؟ اقول له اكسبشن كلاس عادي خالص. ادي كل الموضوع. والموك بتاعي هيروح للسيرفيس دي وخلاص. لو جينا ننفذ الاول بس كده التيست ونشوف هيشتغل ازاي. تعال نعمل كده. هنلاقيه ضرب طبعا اكيد، احنا لسه ما عملناش. تمام كده الدنيا زي الفل. محتاجين بقى نكاتش الاكسبشن، نأسرت ان الاكسبشن ده حصل له ثرو فعلا. فممكن اقول له كده this assert الاكسبشن ان هيرجع لك مين؟ اكسبشن كلاس اللي هو ده. تعال نشغل التيست تاني. الدنيا شغاله زي الفل معايا. وكمان ممكن اقول له اتاكد بشكل اكبر ان انا ممكن اقول له كده this الاكسبشن مسج نفسها اللي هي دي، عشان ابقى متاكد ان الاكسبشن اللي حصل له ثرو هو نفس الاكسبشن ده بالتحديد. تعال نرن التيست تاني. ضرب في مشكله. تعال نشوف ليه. انا هنا كده محتاج، وانا بعرف الثرو بتاع الاكسبشن محتاج اديله المسج. احنا بنسيميوليت كل حاجه، فمحتاج اسيميوليت نفس ايه البروسيس دي. تمام. لو عملت كده المفروض هيشتغل تمام. يبقى اذا انا حتى عملت موك للسيرفيس وبقول له سيميوليت لو الاكسبشن ده حصل هترجع نفس الاكسبشن اللي انا عامله في الفانكشن وبنفس المسج وكل حاجه. جميل. طيب تعال بعد كده نجرب مثلا ان السيرفيس تمام شغاله بس الريتس دي مش راجعه، مش هي دي اللي احنا عايزينها. تعال نعمل واحده تاني. ناخد دي كده كوبي وننزل تحت كده ونقول له تيست مثلا no rates found. تمام. no rates found. جميل. ده الموك بتاعي اللي انا عملته تمام ومرجع لي الريتس. طبعا انا مش محتاج الريتس، محتاج ارجع نل. يبقى انا ممكن مثلا اعمل تعديل بسيط هنا. اقول له ده بوليان بياخد بارامتر اسمه empty وباي ديفولت بيكون فولس. وببساطه خالص اجي هنا كده اقول له ادي الامتي دي رجع لي الريتس، رجع لي نل. غير كده رجع الريتس بتاعتك. ادي كل اللي انا محتاجه. واجي بقى عندي كده في النو ريتس فاوند ابص له ترو. تمام. واشغل الكود بتاعي. اول حاجه المفروض هيضرب ان انا ما عنديش الاسيرت، ما عنديش حاجه زي كده. تمام. اول اتنين عدى، الاخير ما عداش. ليه؟ لان انا المفروض في الكونفرت ده لو ما فيش ريتس بيرجع اكسبشن اسمه نو ريتس فاوند. جميل. ممكن بقى اخد دول كوبي كده. تمام. ومش محتاج اسيرت حاجه انا دلوقتي. بعد دي كده هقول له ايه، ان هيثرو الاكسبشن ده لو ما فيش ريتس، ولكن المسج المفروض تبقى نو ريتس فاوند. تعال كده نشوف. تعال نشغل التيست بتاعنا تاني ونشوف الدنيا شغاله ولا لا. تمام. كل حاجه عدل. بقى عندنا 5 اسيرشنز موجودين. جميل. فاظن انت كده بدا يوصل لك الفكره خلاص. اتست ازاي، اسيميوليت البروسيس بتاعتي ازاي، واعمل كل الكيسز الممكنه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه قلنا عليها لو انا بقى بستخدم السيرفيس دي بعمل لها ريزولف، مش بعمل لها ديبندنسي انجكشن. هنا بسيطه. تعال نحذف ده خالص من هنا. تعال نحذف ده خالص واجي اقول له كده والله بكل بساطه الريتس بتاعتك دي هنقول له اب. تمام. وبعد كده نقول له ميك. خد الاوبن اكستشينج سيرفيس دي كلاس وهات الجيت ريتس. تعال نتاكد بس كل حاجه شغاله مظبوط. نادي الاي بي اي الحقيقيه تمام، نفس الريسبونس وكل حاجه تمام. انا بقى دلوقتي لو جيت اشغل التيست هتلاقيه ضرب، لان انا ما فيش حد بياخد نسخه بالفعل من الاوبن اكستشينج سيرفيس. مش شرط يضرب يعني. تعال نجرب ونشوف هيضرب ولا مش هيضرب. ضرب طبعا. لان ايه، بيقول لك التارجت كلاس ده مش موجود. يعني في حاجه مش عارف طلع انستنس. انت مش بتبص له انستنس بشكل فعلي يعني. ده اللي عايز اقوله. طب انا اعمل ده ازاي؟ انا محتاج اقول بقى للتيست بتاعي بدل انت ما بتريزولف بنفسك كده بتعمل لها موك كده وفي الاخر تبصيها للسيرفيس دي، ما بقتش محتاج اصلا يعني. ما بتاخدش حاجه في الكونستراكتور، فابص لها موك ازاي؟ فهو حتى مش عارف يريزولف الفانكشن دي من هنا في الكرنسي كونفرتر. انا عايز اقول له ايه،
الانستنس نفسه، اي حد محتاج انستنس من الاوبن اكسشينج اديله الموك. مش هنا هو ابم كده بيعمل ايه في الاخر؟ بيروح على الكونتينر بتاع لارافيل يطلع منه انستنس من السيرفيس اللي المفروض معمول لها بايندنج. ده اللي عايز اعمله كله. فانا ماشي سيب الموك زي ما هي كده او خلاص. وكل مره هقول له ايه، تعالى كمان ما نعملهاش هنا كمان، تعالى نعمل مثلا هنا كده اهو تمام، واقول له اب انستنس ادي ايه انستنس من الاوبن اكسشينج اديله الموك ده بس. ده كل الموضوع، حتى مش شرط ابصيها هنا ولا حاجه. طب عشان نختصر الوقت يعني مش هحذف حاجه. تعال نشغل التيست تاني ونشوف. تمام اشتغل السيرفيس داون بس هي اللي ضربت. ليه ضربت؟ تعال نشوف فين ميثود السيرفيس داون. جميل زي الفل، عشان انا محتاج اعمل نفس الكلام ده هنا كده. نفس الكلام ده محتاج اعمله هنا كده. هشغل التيست تاني، كل حاجه شغاله زي الفل، مفيش اي حاجه اختلفت. طيب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الا وهي لارافيل اوت اوف ذا بوكس يا جماعه. في الفسادز بتاعته اللي بيوفرها لك ممكن تفيك الفسادز دي. يعني انا ممكن اصلا بدل ما انا عملت كل ده، انا ممكن اختصر الموضوع ده بشكل مختلف. انا بدل ما امك السيرفيس نفسها الاوبن اكسشينج دي، انا ممكن امك بس الاتش تي بي كلاينت بس، مش اكتر من كده، واخلي السيرفيس بقيتها شغال زي ما هو. يعني انا هقول له بدل كل اي ريكوست طالع من عندك من خلال الاتش تي بي الفساد بتاعك اعمل له فيك ورجع لي ريسبونس بشكل معين. تعال نجرب الموضوع ده. تعال ناخد بس كده واحده من الكيسز دي وليكن نفس الكلام ده. تمام سكسسفول، بس نقول له هنا ايه with fake HTTP. انا بقى هعمل ايه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله، سيبك من كل ده، سيبك من كل ده. انا هقول له ايه؟ هقول له HTTP اللي هو معانا ده، واقول له فيك. الفيك ده معناه ايه؟ انا ممكن لو قلت له فيك بس كده، ده كده معناه ان اي HTTP طالع هيعمل له فيك وخلاص وخلص الموضوع، مش هيعمل حاجه تاني. انا مش محتاج كده، انا محتاج الموضوع يبقى كاستمايز شويه. فهقول له والله ان اليو ار ال ده لو حد عمل له كول رجع لي ريسبونس معين. فهقول له كده، ده كده هيرجع الريسبونس ده. ايه الريسبونس اللي هيرجعه؟ هقول له الريتس اللي انا عايزها، وهيرجع لي 200 بس. ادي اللي انا محتاجه كله. مش محتاج بقى ان انا خلاص اخد الكرنسي كونفرتر واعمل لها نسخه من الاوبن اكسشينج وابصيها للكلام ده. تعال نجرب ونشوف الدنيا شغاله ولا لا. ضربت. تعال نشوف ليه. تمام قفشات روت هاسنت بين سنت. اظن ده كده بسبب ان هو مش شايف الاتش تي بي اصلا هنا، وده بنسبه كبيره بسبب التست كيس دي. المفروض ما تبقاش اللي جايه من البي اتش بي يونت، المفروض تبقى جايه من لارافيل. ليه؟ تعال نفتحها كده اوريها لك واقول لك ليه جايه من لارافيل. لارافيل هنا بيستخدم تريت اسمها كريت ابلكيشن. بيعمل ايه؟ بيجيب الابلكيشن من البوت ستراب، بعد كده يعمل له ميك ويبوت ستراب الابلكيشن بتاعنا. ده معناه ايه؟ عارف انت لما بتيجي تريكوست اي ريكوست على السيرفر بتاعك على البروجكت بتاعك ده، لارافيل بيروح يقوم بقى السيرفيس كونتينرز والسيرفيس بروفايدرز الموجوده كلها ويبايند السيرفيسز اللي موجوده. هو ده اللي بيعمله بالتحديد. من غير كده هو مش شايف الاتش تي تي بي. تعالى نجرب تاني ونشوف. ماشي ضرب تاني نشوف ليه. يقول لك ان ده ايرور تاني. ماشي تمام. ال 3100 مش بيماتش الاكسبكتد 5000. جميل. ده معناه ان هو ما عملش فيك للاي بي اي دي. هو راح رجع الرقم الفعلي اللي جاي من الاي بي اي. تعال نشوف ليه. هنا تمام. احنا هنا كده لو انت بدات تكتب الحاجه بتاعتك مانيوال بايديك، ده معناه لازم تكتب اليو ار ال كله. يعني انا محتاج ازود كده اقول له اب اي دي ايكوال كذا كذا كذا، وانا طبعا مش هينفع انجكت الاب اي دي عندي في التيست. فانا ممكن بكل بساطه اقول له ايه؟ اقول له استرسك كده بس. ده معناها ان انا اليو ار ال ده واي حاجه بعديه، اي حاجه يحصل لها كل بعديها ايا كانت البارامترز ايه، اعمل لها موك ورجع نفس الريسبونس. تعال نشغل تاني. المره دي تمام مختلف. نو ريتس فاوند. نو ريتس فاوند ده معناها ان هنا كده عمل كول وعمل فيك للاتش بي بس لما رجعليش ريتس. ليه ما رجعش ريتس؟ تمام لان هنا المفروض ان الفانكشن دي الريسبونس اللي راجع من الاي بي اي في حاجه فيلد اسمه ريتس. فانا المفروض هنا كده ده مش هيبقى ريتس دايركت كده، المفروض هيبقى اسمه نفتح الري ونقول له ريتس بتساوي الريتس دي. شغل بقى تاني. تمام كل حاجه اشتغلت، بقت 9 اسيرشنز والدنيا زي الفل. هتقول لي ايه الفرق؟ اقول لك ان الفرق كمان انا ممكن بدل ما اسيرت الايكوال ده انا ممكن اعمل كمان ايه؟ الاتش تي بي ده واقول له اسيرت. تعال بس نعملها كده واقول له اسيرت ايه؟ السنت كاونت مثلا 1. ده معناه ان انا بتاكد ان الاي بي اي دي حصل لها كل مره واحده بس. تعال نشغل. الدنيا شغاله بقى في 10 اسيرشنز. خد كمان اكتر من كده. انا ممكن اعمل ايه؟ ده انا ممكن اتاكد ان فعلا
الفيك اللي حصل للاي بي اي ده بالتحديد، مش لاي يو ار ال تاني. ازاي الكلام ده؟ بنفس الفكره ممكن اقول له اتش تي تي بي واسيرت سنت مثلا زي ما انت شايف كده، وهنا الريتيرن وليكن الريكوست يو ار ال بيساوي الكلام ده. اظن ده مش هيشتغل لان هنا مش هينفع اعمل باترن هنا. تعال بس نجرب يمكن يشتغل. اه زي ما انا توقعت ان هو فعلا مش عارف يماتش الاثنين دول، الفولس مع الترو، لان هو كده مش باترن هنا. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن بس تعالوا نضم مثلا الريكوست ده نفسه، ونجيب مثلا الهيدرز اللي جواه، لو حاجه جوه، لو في حاجه جوه اسمها هيدرز يعني، ونشغل كده التيست بتاعنا. ماشي جميل. الهيدرز يبقى احنا محتاجين كده نقول له دي اري، نقول له اوف هوست، وفيها كمان اري نقول له اوف زيرو. فالمفروض ده ايه؟ نعمل تاني كده. جميل. بس انا ممكن اعمل ده كده واقول له بقى ايه؟ ان ده كده بيساوي الاوبن اكسشينج دوت اورج وخلاص. بس كده نشغل بقى التيست بتاعنا. تمام، كل حاجه شغاله زي الفل. تعالوا كمان نتاكد او نتكلم عن حاجه تاني، الا وهي فيك مثلا بدل اتش تي بي نعمل فيك مثلا للباص اللي هو بيديسباتش الجوبس والحاجات دي. تعالوا نكري الجوب كده على السريع. بي اتش بي ارتزان ميك جوب، وليكن ايه؟ تيست جوب مثلا نسميها كده. جميل. واروح انا كده على التيست جوب دي، وليكن هنا ايه؟ ماشي، مش لازم نعمل اي حاجه خالص. انا بس كده هاجي في الكود بتاعي في الكونفرت دي، بعد ما كل حاجه تبقى جاهزه هقول له ايه؟ التيست جوب بتعمل لها ايه؟ ديسباتش بس، ما بتاخدش اي حاجه خالص. فانا اكيد نفس الفكره اقول ان احنا ايه؟ محتاجين الفيك الموضوع ده برضو. فتعال نعمل دوبليكيت لنفس الكود ده. تمام. ونقول له ايه؟ تيست الاماونت كونفرتد اند جوب ديسباتشد. جميل. يبقى انا كده اول حاجه هقول له فيك الباص ده. الباص طبعا احنا عارفين ان هو المسؤول عن الجوب باتشز والحاجات دي كلها. فاول حاجه عملت فيك ليه. طب بعد كده بعد ما اسرت ديكور اقول له والله انا عايز اتاكد اسيرت ان بص باتشد ديسباتشد باتش كاونت تشينج، معاك كميه اسيرشنز كتيره جدا براحتك. فاقول له مثلا والله ان ديسباتشد، واقول له ايه؟ التيست جوب. بس انا كده محتاج ايه؟ اتاكد ان التيست جوب دي حصل لها ديسباتش. اشغل كده الكود تاني. لا مش دي اكيد. تيست كل حاجه شغاله بقى عندي 14 استيرشنز وكل حاجه شغاله. ممكن كمان طبعا لو بتاخد بارامترز معينه اخش على الكول باك التاني واقول له ان الجوب دي ان الاي دي اللي جواها هو نفس الاماونت مثلا. يعني على سبيل المثال احنا كده ممكن في التيست جوب دي نبصيلها الاماونت. تعال نفترض ان كل ده هيحصل قد الاماونت اهي. ده بيحصل له ريتيرن، وادي الجوب دي بيحصل لها هنا كده، بيحصل لها هنا كده الديسباتش وبتاخد الاماونت. جميل. وهنا كده في التست جوب دي نقول له بتاخد مثلا ايه؟ ادي بروتكتد فلوت اماونت. بس ادي كل الموضوع. انا بقى اجي هنا في التست اقدر اقول له ايه؟ ناخد بقى كلوجر كده على رقم 2 واقول له التست جوب دي وبتريتيرن ان الجوب اماونت بتساوي الاماونت اللي معايا. هو ليه زعلان هنا؟ نمر هاز بين. تعال نجرب ونشوف هو ليه زعلان. ماشي. ضرب الجوب اماونت. هل محتاجين مثلا نقول له الداتا اللي جواها او البارامترز؟ تعالوا نعمل حاجة بسيطة. ضم ده كده. ما انا بقول لك الاماونت اهو، انت زعلان ليه؟ الجوب اماونت اللي مزعلك. بروتكتد. تمام. محتاجين نخلي دي بابليك، يا اما محتاجين نغير شويه حاجات هنا كده. بس فور سمبلستي خلينا الاول ايه؟ نعمل لها بابليك ونعمل كده. تمام. فانا كده خلاص بقيت ايه؟ اقدر اعمل كده بكل بساطه. طبعا دي حاجه حلوه ان احنا بنتعلم من الديباجنج اللي بنعمله واحنا شغالين. فعندي 14 اسيرشنز والدنيا ايه؟ شغاله زي الفل. ده كده كان فكره الموكينج باختصار. انا عارف الفيديو طول، بس الموكينج حاجه جميله جدا يا جماعه ومهمه، واظنها مفيده يعني للكل ان شاء الله. واتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. ما تنسناش من دعائكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.